السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده عايزين نشرح ازاي تعرف مرتبك كويس ولا القرار السفر ليك هيكون احسن. كم واحد بيجيله فرصة سفر وبيبقى محتار مش عارف هو المفروض يسافر ولا لا. في الفيديو ده احنا هنشرح ازاي تعرف تقارن مرتبك بين اي دولة في العالم بالاستعانة بصندوق النقد الدولي والبيانات بتاعته. بشوف كذا واحد مرتبه 20 25 ألف لحد 50 ألف وبيجيله فرص سفر برا مصر في الخليج أو في أوروبا، وبيبقى محتار مش عارف هو المفروض يسافر ولا لأ، أو قرار السفر ده بالنسبة له أحسن ولا لأ. بغض النظر على كل الأسباب النفسية، احنا النهاردة هنتكلم عن الأسباب المادية بس. يعني أنت تعرف تقارن فعلا مرتبك في مصر كويس ولا لأ. يعني كمثال، واحد مرتبه 25 ألف جنيه في مصر وهيجيله فرصة في السعودية ب5000 ريال، هل ده أوفر كويس بالنسبة له ولا لأ؟ واحد برضو معاه نفس المرتب 25 ألف في مصر وهيجيله 6000 7000 درهم في الإمارات، برضو ده كويس ولا لأ؟ ازاي نعرف بقى نحسب الموضوع ده؟ ده اللي هنبينه النهاردة ونشرحه بكل سهولة وبكل يسر في الفيديو بتاع النهاردة. اول خرافه من الخرافات اللي انا عايزك تنساها هو موضوع ان الجنيه جنيه في بلده. مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه. يعني كمثال، واحد بيقبض 25 الف جنيه في مصر، هل ده معناه هو نفس مستوى المعيشه بتاعت الشخص اللي بيقبض 25 الف دولار كل شهر في امريكا؟ اكيد لا. الشخص اللي بيقبض 25 الف دولار في امريكا ده، اللي هو اصلا مش موجود بنسبه 99%، ده من الاغنياء، يعني من اغنى اغنياء الموجودين في امريكا. لكن اللي بيقبض 25 ألف جنيه في مصر ده يعتبر من الطبقة المتوسطة. 25 ألف جنيه في مصر يدوبك تكفي معيشتك الأساسية وشوية تحويش بسيط قوي لو أنت ماشي على القد. لكن 25 ألف دولار في أمريكا يخلوك تجيب أيفون جديد كل يوم. الغلطة التانية اللي الناس بتغلطها إن هما بيحولوا العملة البلد اللي هيسافروا بيها دي بالجنيه المصري. يعني واحد هيقبض 5000 دولار في أمريكا يحولهم بالجنيه في 50، يقول لك ده أنا هقبض 250 ألف جنيه في الشهر، يا سلام ده أحسن حاجة، أنا هسافر من غير ما أفكر. الموضوع طبعا ما بيتحسبش كده، لأن أنت بتصرف في امريكا وبتصرف بالغلاء بتاع امريكا. المهم بقى عشان ما اطولش عليك، ازاي بقى نحسب المرتب بتاعنا في مصر احسن ولا لو سافرنا الاوفر اللي جاي لنا بره مصر هيكون احسن؟ في مفهوم كده هو اسمه الدولار الدولي. الدولار اللي هو حوالين العالم، يعني كل بلد بتساوي كام دولار الدولي، ده بعيدا خالص عن سعر الدولار العادي. عشان ابسط لك الموضوع اكتر بمثال، مثلا انت لو هتشتري كرتونه بيض هنا في مصر عامله 150 جنيه كمثالا، يعني 150 جنيه دي قول 3 دولار. لو انت رحت امريكا هتلاقي ان كرتونة البيض هي مثلا عاملة 6 دولار. الارقام دي كلها بقول كده كمثال، معرفش السعر كرتونة البيض في امريكا بكام. هتلاقي ان هي ب6 دولار. يبقى كده ال3 دولار في مصر مش زي ال3 دولار في امريكا. فلازم نعمل الدولار الدولي اللي هو بنعمل متوسط كل حاجة، لان مثلا هتلاقي ان في حاجات غالية في امريكا رخيصة في مصر، وحاجات رخيصة في أمريكا لكن غالية في مصر. فلازم صندوق النقد الدولي ده عمل زي متوسط كده يعرفك ايه الرقم المتوسط او التقريبي، ان هو لو معاك انت يعتبر هتعيش نفس العيشه في كل بلاد العالم. طب احنا هو لو فتحنا الموقع بتاع صندوق النقد الدولي هيقول لك ان الدولار في مصر بيساوي 8.29، وفي السعودية بيساوي 81 قرش، وفي الإمارات الدولار بيساوي 2.27 درهم. ده معناه إيه؟ إن بعيدا عن الصرف بتاع الدولار الحقيقي، يعني مثلا الدولار في مصر الدولار الواحد بيساوي 53 جنيه دلوقتي على حسب الفيديو في نفس توقيت الفيديو بتاع النهاردة، لكن طبقا لصندوق النقد الدولي الدولار بيساوي 8 جنيه 29 قرش. يعني اللي بيقبض 1000 دولار في أمريكا كمثال أكنه هو نفس الشخص اللي بيقبض 8290 جنيه في مصر. طيب احنا دلوقتي كمثال جاي لنا اوفر في السعوديه ب 5000 ريال ومرتبنا في مصر 25000 جنيه، ازاي نعرف ال 5000 ريال احلى ولا ال 25000 جنيه في مصر؟ انت لو حسبتها بتحويل العمله ان ال 5000 ريال في 15 عاملين لك 75000 جنيه، لكن انت بتقبض 25000 جنيه، فبالنسبه لك ده 3 اضعاف مرتبك، ده احسن بكتير. لكن طبقا للدولار الدولي او صندوق النقد الدولي الكلام بيختلف. انت علشان تعرف بقى المقارنة ما بين السعودية ومصر او الريال السعودي والجنيه المصري، هتاخد ال 8 جنيه 29 قرش بتاعت مصر تقسمهم على الريال و80 قرش بتوع السعودية، يطلع لك ان الريال الواحد بيساوي 4 جنيه و60 قرش في مصر. طب ده معناه ايه؟ معناه دلوقتي ان اللي بيقبض 5000 ريال في السعودية اما تيجي تضربه في ال 4 جنيه و60 قرش عامل زي بالظبط اللي بيقبض هنا في مصر 23000. مستوى معيشة الاتنين يعتبر متقارب. فانت بتقبض 25000 جنيه، فانت يعتبر كده اصلا احسن من اللي عايش في السعوديه. طب عشان برضو ناكد المعلومه نعمل نفس المثال ده على الامارات. لو هناخد ال 8 جنيه 29 قرش بتاع مصر وقسمناهم على 2 جنيه 27 درهم بتاع الامارات، هيطلع لك برضو بالظبط ان الدرهم بيساوي حوالي 3 جنيه 65 قرش. يعني لو حد جاي له اوفر ب 10000 درهم في الامارات،
بالظبط عامل زي اللي بيقبض 36,500 جنيه في مصر. طب برضه عايز اقول ملحوظات مهمه علشان الناس ما تتلخبطش مني. اول حاجه النسب دي تقديريه، يعني ممكن ما يكونش معمول لها ابديت لاحسن حاجه، او ممكن تكون برضه فيها فروقات طفيفه، لكن هي حوالين المتوسط ده. انت لو بعدت قوي عن المتوسط ساعتها تعرف ان انت كده في حاجه غلط، او ان السفر ممكن يبقى بالنسبه لك احسن او القعد احسن. لكن طول ما المتوسط اللي انت شايفه او صندوق النقد ده عامله جايب لك ان المرتب بتاعك في مصر اعلى، يبقى ساعتها انت المفروض تخليك في مصر احسن. تاني ملحوظه ممكن الناس تقولها لي ان 10000 درهم في الامارات احسن بكتير، لان هي ممكن تجيب لي احسن موبايل وكمان هيتبقى، بعكس في مصر 25000 جنيه دي مش هتجيب لي الموبايل اللي انا عايزه، الا لو بعد ما حوشت مرتبي كله لمده 3 شهور مثلا ومن غير ما اصرف منه حاجه. فهرجع هنا تاني واقول لك الحسبه دي على متوسط العيشه كلها. يعني انت دلوقتي فعلا الموبايل هناك ارخص واحسن لك في الامارات، لكن العيشه السكن او مثلا الايجار في الامارات اغلى بكتير قوي من ان انت تاجر هنا في مصر. يعني انت عندك هنا كمثال في حته راقيه قوي، ونقول كمثال التجمع الخامس، انت ممكن ب 10000 جنيه تاخد شقه محترمه جدا، 3 اوض وحمامين، وهتعيش ملك زمانك. كل ده ب 10000 جنيه بس. انا مش عايز اقول لك ان في ب 7000 جنيه كمان، بس احنا هنمشيها 10000. بعكس الامارات انت عشان تاخد حاجه 3 اوض، شوف قول لي انت كده هتدفع كام. فما تروحش الامارات وتاخد اوضه معاك 4 قاعدين فيها وانت كنت عايش في مصر في شقه لوحدك وتقول لي لا الامارات احسن. الحسبه دي معموله لمتوسط المعيشه، يعني واحد كان عايش مرفه في مصر عايش في شقه لوحده برضه هيعيش في شقه لوحده في الامارات، بياكل كل يوم فطار غدا عشاء، برضه بياكل هناك فطار غدا عشاء، معاه موبايل هنا معاه موبايل هنا. ممكن فعلا الموبايل بتجيبه اسرع هناك، بس الموبايل ده انت بتجيبه مره كل 5 سنين. لو انت جايب موبايل كويس ممكن كمان كل 7 سنين، انا عامه بتكلم عن نفسي. لكن ما تتكلمش عن حاجه بتعملها كل 5 سنين وتعملها هي دي المقارنه الوحيده وتخلي الامارات احسن من مصر. شوف مرتبك كام ومستوى معيشتك ككل هيبقى كام هناك وهنا. في بلاد تانية في اوروبا برضو بتاخد 20 30% ضرايب، فبرضو دي لازم تحطها في الاعتبار بتاعك. بس كده دي كل الملحوظات اللي عندي لحد دلوقتي، واي حد عنده اي سؤال او اي كومنت او اي استفسار في الموضوع ده يكتب لي في الكومنتات وانا برد عليه. انا بشوف الكومنتات كلها. واديك عرفت كده لو انت واحد جالك فرصة سفر او واحد لسه هتجيله فرص سفر قدام في المستقبل ان شاء الله، يعرف يقارن مقارنة كويسة ويعرف فعلا مرتبه اللي هيسافر عليه ده وهيتغرب عشانه مستاهل ان هو يسيب بلده او يسيب اهله واصحابه ولا لا. شكرا ليكم واشوفكم في فيديوهات جايه اكتر ان شاء الله.